عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، مكان بالمدينة، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوموين، يعني عظيمة وسمينة، غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني مش هياخد إثم ولا يكون في سبب قطيعة رحم، يعني أي ذنب من الذنوب. قلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك، احنا كلنا نحب نعمل كده. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، أربع خير له من أربع من أعدادهن من الإبل. الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك دائما تحث نفسك على الخير، يعني بدل ما أنت قاعد كده على القهوة أو قاعد في البيت، لا، اذهب إلى المسجد وبعدين صلي الفرض وامسك كتاب الله عز وجل واقرأ منه ما تيسر لك من القرآن، فبكل آية لك أجر عظيم من الله عز وجل. فإن كنت أنت بقى مفكر إن الناقة ديت يا سيدي خير لك في الدنيا، شوف بقى ناقة عظيمة وسمينة، لا، أجر الآية عند الله عز وجل لك خير من 100 ناقة. يبقى هنا أجر عظيم من الله عز وجل يحثك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تبخل على نفسك بقراءة آية من القرآن الكريم. ولو كنت ما بتعرفش تقرأ فيه، اقرأ ما تيسر من القرآن من اللي انت حافظه، حتى وإن كانت سورة الإخلاص والفلق والناس.